النحافة وسوء التغذية منتشرة زيها زي السمنة. كتير قوي من الحالات عندها نحافة بسبب سوء التغذية، بسبب عامل وراثي، بسبب عدم الاهتمام بالأكل. بياكلوا أكل غير سليم، أكلهم مفيش فيه القيمة الغذائية المتكاملة، ما بيشربوش مية كفاية. عشان كده دايما بنقول إن اهتمامنا بالنحافة أو الشخص النحيف نفس القصة بالظبط بالنسبة للشخص اللي عنده بدانة أو سمنة، لأن هو بيشتكي من أرق وتعب ووجع في العظام وعدم نوم كافي، حالة نفسية سيئة، لبسه مش مظبوط عليه، عظمه بيوجعه. كل دي أعراض ممكن النحيف يشتكي منها مش عارف سببها إيه. سببها هو سوء التغذية. عشان كده دايما لما بنحب نشخص حالة نحافة مهم جدا نعمل تحاليل بول وتحليل براز وصورة الدم، ولو ممكن غدة درقية وممكن جرثومة معدة، لأن دول ممكن يكونوا أسباب للنحافة. أو ممكن يكون عامل وراثي، وخصوصا بيورث من ناحية الأب أكتر من الأم. عشان كده التشخيص أهم من العلاج، وبعد كده نبدأ رحلة العلاج، سواء بناخد فاتح شهية أو بناخد حاجات تحسن الهضم والامتصاص، أو بنحسن المعدة للناس اللي بتشتكي من مشاكل في المعدة، أو بندي بعض الفيتامينز أو المينرالز اللي بتبقى ناقصة في الجسم اللي مأثرة على التمثيل الغذائي والحرق. وبنأكد على الشخص اللي بيعاني من النحافة إن لازم ينظم وجباته وينظم نومه ويشرب كميات كافية من المية. هتفرق معاك جدا لو انت عندك نحافة. ولو عندك نحافة يا ريت تبعت لي في الكومنتات وتحاول تعمل التحاليل دي وتشرفني، وانا هغيرك بإذن الله.